الحكومة التركية استغلال الاضطرابات في المنطقة بهدف توسعة حدودها على حساب الدول المجاورة بذريعة مكافحة الإرهاب أو ملاحقة تنظيم حزب العمال الكردستاني. هذا الاضطراب في المنطقة دفع حكومات الدول المجاورة تحديدا العراق وسوريا تقريبا إلى عدم إظهار أي رد فعل قوي ضد التدخلات التركية أو الهجمات العسكرية المتسارعة. وبالتأكيد هذا شجع الأتراك على التمادي، ويبدو أنه الانشغال السياسي قد تم تقديمه على مفاهيم السيادة تحديدا في العراق. القوى السياسية العراقية حاليا منشغلة بالتحالفات الانتخابية، وكثير منها عينها على أنقرة نظرا للدور التركي في دفع بعض الفصائل السياسية سواء للتحالف أو لترسيم خرائط التحالف فيما بعد لتشكيل الحكومة، ولذلك سوف تستمر ردود الفعل ضعيفة وأحيانا متجاهلة، وربما سوف يتم افتعال أزمات جانبية لتقليل من تأثير الإعلامي للهجمات التركية وللتوسع التركي. الحكومة التركية تعرف جيدا أن الأعمال العسكرية لن تؤدي إلى إنهاء القضية الكردية لا في تركيا ولا في أي مكان آخر، وقد شاهدت تجربتين حيتين في العراق وفي سوريا، حيث تحولت المناطق التي يتواجد فيها الأكراد حاليا إلى أقاليم تحت أمر واقع. صحيح أنها لا ترقى إلى مستوى دولة، ولكنها بالتأكيد هي فوق مستوى إقليم بالشكل العادي أو الإقليم بالمعنى الإداري. وتمكن الأكراد في المنطقتين من مد تحالفات سياسية عالمية ربما لا ترقى إلى مستوى دفع القوى الكبرى للاعتراف بدولة في العراق، دولة كردية في العراق أو دولة كردية في سوريا، ولكنها أيضا لا تسمح هذه التحالفات بإنهاء التجربتين. القوى السياسية في العراق وفي الحاكم في العراق وأيضا النظام الحاكم في سوريا يبدو أحيانا وكأنه يمارس نوع من تأليب الرأي العام ضد تركيا، لكن هذا للاستخدام الداخلي فقط. هو يقول أن من لا يدخل في حظيرة سلطتنا سيتعرض بالتأكيد للاعتداءات التركية، وهناك للأسف من يفرح أحيانا بتعرض القوى الكردستانية لهجمات تركية بذريعة الدفع لاستعادة دولة مركزية صارمة وقوية. الأتراك بدورهم يظنون أنهم عندما يستهدفون حزب العمال الكردستاني فإنهم يقدمون رسالة داخلية قوية. يجب أن لا ننسى أن حزب العمال الكردستاني يتم تقديمه وهو كذلك فعلا كحزب يساري علماني في مقابل حزب ديني يحكم في تركيا وهو يتبنى مفهوم الخلافة. هذا المفهوم الذي تحديدا أصاب المنطقة بالكثير من الويلات ودفع إلى افتراق بين تركيا والعديد من دول المنطقة، التي دفعت بالنهاية إلى قطيعة ضخمة مع تركيا وأضرت بالاقتصاد التركي. هذا التدهور الاقتصادي أيضا دفع بالأتراك إلى إعادة فتح الأبواب أمام مفاوضات ومحادثات مع حكومات عربية وجدت أيضا أنها مضطرة بالنهاية إلى خفض صوتها والقبول بالتحاور مع الأتراك وعدم المبالاة بالهجمات التركية على العراق تحديدا، وكذلك التمدد السابق في سوريا.